السلام عليكم البنات والمشاهدين، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم جيت لكم في فيديو جديد ديال حلوى اللي كتجي رائعة، اللي كيعشقوها كاع المغاربة غريبية، اللي كتجي اكثر من رائعة بواحد المؤثر في واحد المكون. كما كتشوفوا معايا راها كاملة مشقة تبارك الله، كتجي غزالة وكتجي رائعة وكتذوب في الفم هشيشة. كما كتشوفوا معايا كما كتلاحظوا، الا لاحظتوا راها كتذوب وكتجي رائعه ومشقه. كما كتلاحظوا كتجي بشقه فيها شقات كبار. كنتمنى تجربوها. دابا غندوزو باش نتعرفوا على المقادير. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو جوج خمارات الحلوى وشاصيد فانيلا ديال 8 غرام، وكاس ديال الكاوكاو اللي حمرناه وحيدنا القشره ديالو وهرمشناه، وجوج معالق ديال الجنجلان اللي محمر وتا هو طحنته، وجوج معالق ديال الحليب بودره، وجوج معالق ديال النشا، وكاس ونص ديال السكر يكون رقيق، ما يكونش هذاك السكر الغليظ. الا كان غليظ هرمشو شويه، وريطه الزبده. كما كتلاحظوا معايا راه كتجي هاد الحلوى رائعه، والسر ديالها هو الحليب بودر هذا هو المكون اللي كيجيبها هكا مشقه فيها شقات كبارين، وكتجي اكثر من رائعه البنات. كنتمنى تجربوها، وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزوينين وعلى لي كومونتير، وانا كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. كما كتلاحظوا معايا انا ضفت الزبده ديالي على ضفت معها السكر، غادي نضيف معاهم كيس فانيلا، وغادي ندمجهم مع بعضياتهم مزيان. ندمج السكر مع الزبده، ومن بعد غادي نضيف كاس ونص ديال الزيت. عفوا انا ما ذكرتوش مع المقادير، غنضيف كاس ونص ديال الزيت، زيت نباتيه. وبالنسبه للجنجلان البنات راه كيبقى اختياري، يمكن لكم تكتفيو غير بالكاوكاو فقط. بالنسبه لي انا كيعجبني الجنجلان، عملت واحد جوج معالق حمرتهم وطحنتهم، وراه كتجي اكثر من رائعه. اللي ما كيعرفش الكاوكاو راه هو الفول السوداني. دابا كما كتلاحظوا معايا غادي نضيف كاس ونص ديال الزيت على الخليط. وغنضيف الكاوكاو ونضيف الجنجلان ديالي اللي محمرين ومهرمشين وطحنتهم، وغنضيف عليهم جوج معالق ديال الحليب بودر، وغندمج العناصر مزيان مع بعضياتهم. بالنسبه للنشا غنخليه هو الاخر تنضيفه مع الدقيق، والنشا راه كيجي رائع. واللي ما عندوش النشا يعوضهم بجوج معالق ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق اللي غنحتاج هنايا كيلو قل شي كاس ديال العنبه اللي غنحتاج. ديما كتلاحظوا معايا انا كنضيف الدقيق. راه البنات كتجي ناجحه وكتجي رائعه، كنتمنى تجربوها. واللي عاد دخل القناه ديالي وكيشوف الفيديو ما يبخلش عليا بجيم ويفعل الجرس، برك على ديك البوطونه الحمراء اللي كتكون لتحت. وانا كنشكركم بزاف على تشجيعاتكم ولي كومونتير ديالكم، وشكرا بزاف لكم. وانا غنستمر هكا ندمج الدقيق ديالي مع الخليط. بالنسبه للخليط ما غاديش نديروه قاصح بزاف، وكما كتلاحظوا معايا هذه راه ما كتحتاج لا دليك لا عليك، ساهله مهله غير غنجمعوها ان شاء الله وصافي ونخليوها شويه طريه باش تكور لينا. كما كتلاحظوا معايا دابا انا عاد غنضيف النشا في الاخر، وغادي نضيف معاه الصوصيات ديال الحلوى، راني نسيت ما ضفتهمش.
دابا غادي نضيف الشاصيات ديال خميرة الحلويات ديالي، 2 أكياس يكونوا بوزن 8 غرام، وحتى فانيلا تكون بوزن 8 غرام. وغادي نخلط العجين ديالي كما كتلاحظوا باش تندمج فيه الخميره والنشا. ومن بعد كما كتشوفوا العجينه راها باقا لينه ما قصحتهاش. انا من بعد ما جمعتها ما كتحتاج لا دليك لا والو كما لاحظتوا معايا. غادي نكورها نشوفها واش غتكور ليا. شوفوا كيفاش كتجي. وبالنسبه باش تكوروها هكا دوائر، نتوما شنو بغيتوا؟ الا بغيتوها تجيكم فيها شقات كبارين غادي تخليوها هكا شويه عاليه، وإلا بغيتو تجي فيها شقات بزاف ومتفرقين غتكوروها بحال هكا وتكليكيو عليها شويه هكا وتحطوها في اللاطه باش كتعطيكم بزاف ديال الشقق. كتشقق بزاف كيجيو فيها شقق صغارين عفوا. ما تديوش عليا على التشققات. راه كتجي رائعه البنات، كنتمنى تجربوها. وهنا من بعد ما ساليت الحلوى ديالي في اللاطه غادي نحشيها في الفرن. انا بالنسبه لهاد العجين عطاني 2 لاطات، وانا غادي نوريكم كيفاش كتنفجر. بالنسبه من نضيفوها في الفرن نعملوها كما كتلاحظوا معايا، نعملوها الفوق هو الاول حتى طيب لنا من الفوق عاد نرجعوها لتحت باش كتعطينا هذاك الانفجار. وشفتوا كيفاش كتجي رائعه البنات، كنتمنى تجربوها، كتجي رائعه وجات محمره. انا تحمرت ليا شويه، هي نورمالمون ما خصهاش تحمر بزاف. وها الحلوه ديالنا البنات، وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بجيم وتفعلوا لي الجرس. وكنشكركم بزاف بزاف بزاف، وراه كتجي رائعه، كتجي هائله، كنتمنى تجربوها. والسلام عليكم.